السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ خلينا النهارده نتكلم عن طرق تعصير الثدي. يعني ايه تعصير الثدي؟ يعني ان انا افضيه تماما من اللبن. في كذا طريقه للموضوع ده. اولهم طبعا واكتر حاجه افيشنت او فعاله يعني هي فم الطفل السليم اللي هو ما عندوش ضعف في الفك ولا اي حاجه وبيعرف يعمل التقام صح. دي اول طريقه لتفريغ الثدي. تاني طريقه وهي التعصير اليدوي. التعصير اليدوي طريقته سهله جدا، بس الناس اغلبها ما بتعرفش تعمله ازاي. يعني فاكره ان هي لو هنفترض ان ده البريست، فاكره ان هي لو ده النيبل بتدوس عليه كده خلاص هي كده بتفرغ الثدي، بس ده مش صحيح. المفروض ان التعصير ليه طريقه التعصير اني بعمل ايدي كده حرف سي واحط الاربع صوابع من تحت، مش عارفه كده واضح ولا لا، ان شاء الله يكون واضح، والصباع الكبير من فوق، وابدا ابعد عن النبل. يعني مش بضغط على النبل، انا عايزه الهاله نفسها، بضغط عليها سنه كده ارجعها لورا، وبعد كده اضغط بالاربع صوابع والصباع واشد. احاول ابينها لكم من كذا زاويه اهي كده. بعمل ايدي كده وارجع لورا واطلع لقدام واشد، بعمل ايدي كده وارجع لورا واطلع لقدام واشد. دي طريقه التعصير اليدوي. في بقى الاجهزه اللي انا اقدر استخدمها عشان خاطر تساعدني ان انا اعمل بامبنج او ان انا افرغ الثدي تماما. في كذا جهاز، اولهم الاجهزه اليدويه، او يعني الاكثر شهره وانتشارا هي الاجهزه اليدويه زي الجهاز ده كده. في اجهزه تانية اللي هي فيها بامب سيليكون كده من ورا، ده اصلا مش معمول لتفريغ الثدي، دي نقطه مهمه لازم نتكلم فيها. ده بس معمول عشان فك التحجير، يعني بيستخدم مره واحده واللبن اللي بينزل فيه بيترمي. اي حاجه اللبن بينزل فيها وهي سيليكون ده لبن بيترمي، لان دي حاجه غير مجهزه او غير مصممه ان هي تحفظ اللبن، فبتبوظ تعقيم اللبن، وبالتالي ما ينفعش استخدم اللبن اللي بينزل فيها ابدا. الجهاز ده هو الجهاز اليدوي بكل انواعه بقى، مش فارقه ماركه ايه، مش هتفرق كتير. ودي اليد بتاعته. ازاي استخدم الجهاز اليدوي ده؟ بمنتهى البساطه المفروض ان في وضعين للتشفيط، هي المساج، وضع المساج، وبعد كده وضع التشفيط نفسه. ده في اي جهاز، والطفل نفسه فمه بيعمل كده. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه ان انا المفروض الطفل في الاول بيحنن الثدي، بيحننه عشان يبدا ينزل له لبن. يعني مش بيمص بطريقه قويه، لا هو بيعمل له تحنين وبعد كده يبدا يمص بالطريقه القويه. طيب انا بعمل كده بالجهاز ده ازاي؟ بمسك الجهاز وبضغط عليه كده بسرعه بسرعه. ده وضع المساج، اكني بعمل وضع المساج. طبعا في الكهرباء الاوضاع دي بتكون موجوده، بس انا بتكلم لو انا عندي الجهاز ده وهشتغل بيه. بعمل كده لمده دقيقه او دقيقتين، وبعدين هبدا الاقي اللبن يعني ايه بدا نقط كده تتكون، فابدا بقى اعمل وضع التعصير. في جهاز تاني بيبقى فيه جزء من هنا كده، فبيتداس عليه من هنا في وضع المساج، وبعد كده بيتداس عليه من هنا في وضع التشفيط، بس اغلب الاجهزه ما فيهاش الجزء ده يعني. المهم، وبعدين اجي بقى اتنقل للوضع بتاع التشفيط اللي هو زي الطفل وهو بيسحب اللبن. فبعمل ازاي؟ بضغط واسيب، واضغط واسيب، واضغط واسيب، مش بسرعه زي الاول، بسرعه ده المساج. عايزه بقى اعمل وضع التشفيط، بضغط واسيب، واضغط واسيب. ما بوجعش نفسي عشان انا مش المفروض ان انا اتوجع. التشفيط مش معناه ان انا اتوجع، انا محتاجه اعمل بالبيس او القوه اللي تخليني ما اتوجعش، وفي نفس الوقت افضي الثدي، لان الوجع بيقلل اللبن كمان. تمام؟ ده اول جهاز معانا اللي هو الجهاز اليدوي. بعد كده عندي الاجهزه الكهرباء. الاجهزه الكهرباء بتتقسم لحاجتين، في جهاز اسمه هوسبيتال جريد، وفي جهاز اسمه يعني الكتريك بامب عادي. الالكتريك بامب العادي والهوسبيتال جريد يفرقوا عن بعض في ايه؟ ان الهوسبيتال جريد ده مصمم ان هو موتور مستشفيات، يعني هوسبيتال يعني مكتوب هوسبيتال معناها ان هو المستشفيات. ده بيبقى جهاز قوي شويه، معمول للتشفيط الحصري. ايه التشفيط الحصري؟ اللي هو يعني الناس اللي هي بتشفط بس، او الاجانب اغلبهم بيعملوا كده. فالهوسبيتال جريد ده معمول للتشفيط الحصري، فبيبقى جهاز اقوى من الجهاز الالكتريك العادي. انما الالكتريك العادي قوته بتبقى اقل شويه. برضو الاثنين نقدر نستخدمهم عادي جدا. انا اللي معايا دلوقتي جهاز هوسبيتال جريد، هما يعني بيبقوا بالكي شويه كبار، فدي بتبقى مشكله شويه للناس اللي بتتحرك او بتبقى عايزه تتحرك، بس عشان كده بيفضلوا الالكتريك العادي. بس ايه يعني كله ينفع استخدمه لان انا افرغ بيه الثدي. جهاز بمنتهى البساطه، في منه بيبقى الالكتريك، في منه بيبقى سنجل، وفي منه دبل. سنجل اللي هو ناحيه واحده بس،
دبل ناحيتين عشان اقدر استخدم الناحيتين في نفس الوقت، ويعني ايه انجز شويه في التشفيط. ثالث نوع من الاجهزه اللي هو بيندرج تحت بند الالكتريك برضو، ولكنه نوع جديد يعني نزل السوق المصري ما بقالوش كتير قوي، وهو حاجه اسمها الويربل، اللي هو زي الجهاز ده. الويربل ده بمنتهى البساطه بيتلبس عشان الناس اللي مش فاضيه خالص تشفط، يعني بنسهل على الامهات ان ده في منتهى البساطه بيتحط في البرا واقدر اشفط بيه وانا مش حاسه وانا خارجه وانا في العربيه، وبعدين ارجع افضيه في الببرونه عادي جدا. فده جهاز معمول عشان الناس اللي مش فاضيه تشفط وبتقول ان انا مش فاضيه ومش بلحق وكده، فجهاز الويربل معمول عشان كده. في منه انواع واشكال كتير قوي، وفي منه حاجات كمان بتبقى هوسبيتال جريد اقرب لموتور المستشفيات، بس برضو ما اقدرش اقول ان هي احسن من ده. يعني الجهاز الكبير ده هو برضو كبير لغرض ما، ان الموتور بتاعه بيكون قوي ويعني بينجز اكتر، بيشفط اللبن اسرع، بيزود اللبن. بس دي انواع البمبات باختصار شديد جدا، من غير اسامي ومن غير ماركات. طبعا في ماركات كتير قوي، وفي صيني وفي ياباني وفي معرفش ايه، بس دي حاجات كلها مش مهمه خالص. واحب اقول يعني في اخر الفيديو ان ايا كان نوع البمب اللي مقدرتك تسمح ان انت اشتريه، ولو حتى مقدرتك ما تسمحش ان انت تشتري بمب اصلا، وان انت محتاجه تعصري الثدي او تفضي الثدي، استخدمي التعصير اليدوي، وهو اصلا بالترتيب من الاقوى للاقل في قوه التشفيط. لو احنا هنرتب الحاجات كلها يعني، فم الطفل ده رقم واحد هو اقوى حاجه. فم الطفل اللي هو الطفل السليم اللي فكه مش ضعيف. رقم 2 التعصير اليدوي، اصلا التعصير اليدوي هو اقوى حاجه قبل البمبات اساسا. بعد كده طبعا البمبات الالكتريك الهوسبيتال جريد، وبعد كده البمبات الالكتريك العاديه، وبعد كده البمبات اليدوي. ده ترتيبهم من حيث القوه. فانت ما توقفيش نفسك خالص، ولو عندك مشاكل في الرضاعه او عايزه تزودي اللبن، هاتي البامب اللي مناسب ليكي من حيث الميزانيه، وان شاء الله باذن الله اللبن هيزيد وكل حاجه هتبقى تمام، وهتقدري ترضعي طفلك بمنتهى السهوله. شكرا لكم ان انتم كملتوا لاخر الفيديو.